بيكم بريب 1 وحل التقويم الأسبوعي. أول حاجة complete the following sentences. Factors affecting the kinetic energy of the object. عايز يسألك على الفاكتورز اللي بتتحكم في الكينيتيك انرجي. طبعا أنا عندي two factors. أول فاكتور عندنا هيبقى الماس of the object وبنقول عليه M mass of the object. رقم 2 هيبقى السبيد of object وبنديله symbol V. سؤال رقم 2 The measuring unit of kinetic energy is dots and is equal to dots time dots. measuring unit of kinetic energy طبعا بتكون الجول and equal to طبعا kinetic energy بتساوي mass time السبيد سكوير او السبيد باور 2 يبقى is equal to الماس بتاعتنا بالكيلوجرام time السبيد باور 2 والميجرنج يونت بتاعت السبيد بتساوي متر بير سكند. السؤال رقم 3 The kinetic energy of the object equal. عايز القانون بتاع الكينيتيك انرجي طبعا بتساوي half mass time square of the speed اللي هي ال v square فهقول له square of speed اللي هي عبارة عن ال v باور 2. The kinetic energy is dots proportional to the mass and dots. طبعا الكينيتيك انرجي بتكون directly proportional to mass and the speed of the object. السؤال رقم 5 The more mass of the object dots the speed when the kinetic energy is constant. more mass of the object يبقى أكيد more speed لأن الاتنين بيكونوا direct للبعض. when the kinetic energy is constant كل ما هزود الماس كل ما هزود السبيد كل ما الكينيتيك انرجي عندك طبعا هتزيد لان العلاقه بينهم هم كلهم بتكون directly proportional. if the speed of the body increases 3 times لو انا زودت السبيد 3 times 3 مرات ايه اللي هيحصل الكينيتيك انرجي؟ طبعا انا بتعامل مع ال v باور 2 او بتعامل مع السكوير اوف ديستانس فلو انا زودت السبيد ديت 3 times يبقى 3 باور 2 يبقى على طول الكينيتيك انرجي increases 9 times. السؤال اللي بعد كده مجموعة من البروبلمز أو مجموعة من المسائل. قبل ما بحل أي بروبلم يا جريد 7 أو يا بريب 1 لازم أكتب اللو أو الرول اللي أنا بمشي بيها وبعد كده بعوض بالأرقام وما حلش بدماغي بستخدم الكالكوليتر. calculate the kinetic energy يبقى أنا عايز أجيب لك الكينيتيك انرجي أنا مش عارفاها فبعمل question mark. تمام of a ball with a mass equal 20 كيلو جرام. اخلي بالي كويس ان لازم الماس تكون بالكيلو جرام ما تكونش بالجرام يبقى بدل الماس بالكيلو جرام هشتغل على طول. moving at speed ال v بتاعتي ب 4 متر بير سكند. تعرف تجيب لي الكينيتيك انرجي؟ طبعا هنقول له since ان الكينيتيك انرجي equal half mass time ال v باور 2 هنعوض في القانون half time 20 تايم ال v باور 2 ال v عندك او السبيد ب 4 يبقى هنعملها باور 2 واشتغل بالكالكوليتر. هاف طبعا لل 20 هتبقى ب 10 ال 4 باور 2 اللي هي ب 16 يبقى كأني بقول لك 10 تايم 16 ايكوال 160 وما انساش على طول الميجرنج يونت 160 جول. البروبلم رقم 2 عايز يحسب الكينيتيك انرجي اوف ا بادي يبقى انا برضو بروح كاتب ان الكينيتيك انرجي انا مش عارفها فبعمل كويشن مارك. الويت بتاعنا خلي بالك انا هنا ما اديتكش ماس انا مديالك الويت ايكوال ايه؟ الويت ايكوال 20 نيوتن. moving as speed يبقى السبيد عندي ال v بتساوي كام؟ 6 متر بير سكند. ميس حضرتك ما اديناش هنا الماس بس انا عارف ان ازاي بجيب الماس. الماس بتساوي زي ما احنا عارفين من القانون الماس ايكوال الويت divided 10 او الاكسلريشن due to the gravity. بما ان الويت عندي ب 20 نيوتن يبقى 20 divided 10 equal 2 كيلو جرام. كده انا جبت الماس. طب ميس الكينيتيك انرجي كانت بتساوي half mass time speed باور 2 هعوض انا جايب الماس عندي ب 2 يبقى half time 2 time ال v باور 2 السبيد مديهالي ب 6 يبقى 6 باور 2 اشتغل على طول بالكالكوليتر. half time 2 يعني هتطلع لي ب 1 تايم 6 باور 2 يعني هتطلع لي 36 جول.
problem number 3. المسألة رقم 3 عايز يحسب الكينيتيك انرجي. اول ما يقول لي find او calculate يبقى الكينيتيك انرجي واعمل جنبها 2 question mark. for a mass، نخلي بالنا الماس بتاعتنا 500 جرام. ميس دي الماس ب 500 جرام، ما بشتغلش بالماس ابدا، بالجرام. يبقى 500 جرام لازم اعمل divided 1000 علشان تديني الماس بالجرام. طب هتطلع سوري بالكيلو جرام، يبقى هحول من الجرام للكيلو جرام، اعمل divided 1000 هتطلع لي قد ايه؟ 0.5 كيلو جرام. كده انا طلعت الماس. طب مديني ان التايم equals 4 seconds، ومديلك ان انت عندك distance equal 20 متر، وطالب منك الايه؟ الكينيتيك انرجي. طب اعمل ايه؟ اول حاجه خالص انا عارف ان السبيد هنا طبعا عشان اجيب الكي اي هاف ماس تايم الفي سكوير، انا عايز سبيد. طب ميس مفيش هنا سبيد، بس انا عارف قبل كده ان السبيد الفي بتساوي الماس سوري الديستنس، المسافه اوفر ذا تايم. طب الديستنس بكام؟ الديستنس كانت ب 20 اوفر الفور، هتطلع لي 5 متر بير سكند. انا كده جاهز، انا كده جبت السبيد. تيجي نعوض مع بعض، يبقى الكي اي بتساوي، اكيد طبعا الكي اي انا حفظت القانون بتاعها، هاف ماس تايم السبيد باور 2 او الفي باور 2. الماس عندنا بكام؟ احنا قلنا مع بعض هاف الماس يبقى هاف 0.5 تايم السبيد باور 2. السبيد عندي انا مطلعها ب 5 متر بير سكند، يبقى 5 باور 2. بالكالكوليتر على طول اشتغل، هتطلع لي ايكوال 6.25 جول. بعد كده مديني اسئله الجيف ريزن، عايز اسالك عن السبب. نمبر 1 the work done by a car is less than the work done by a truck even although their speed are equal. يعني لو عندك كار عربيه وعندك تراك عربيه نقل كبيره او مقطوره، الاتنين دول الورك دان بتاع الكار اكيد طبعا هيكون اقل من الورك دان بتاعه التراك العربيه الكبيره، على الرغم ان السبيد بتاعتهم او السرعه بتاعتهم هما الاتنين زي بعض. طيب لو السبيد بتاعتهم زي بعض، مين اللي هيفرق؟ اكيد طبعا الماس. فهقول له because the kinetic energy increases by increasing the mass. واحنا قلنا ان بينهم هما الاتنين direct relation او directly proportional. هنقول له كده direct relation. السؤال رقم 2 the kinetic energy of the car decreases when the driver presses the car's brakes. معنى السؤال ان الكينيتيك انرجي بتاعتك هتقل لو السائق او الدرايفر ضغط على البريكس على الفرامل. الإجابة because by pressing the brakes، لو انت ضغطت على الفرامل بتاعة الكار the speed decreases، اكيد هيدوس على الفرامل على البريكس السبيد هتقل. then the kinetic energy decreases. احنا اتفقنا ان انا عندي direct relation between الكينيتيك انرجي والماس، وعندي direct relation بين الكينيتيك انرجي وبرده مين؟ السبيد. السؤال رقم 3 increasing the work required to stop a moving car at high speed. يعني الشغل بتاعك اللي انت هتعمله او بيزداد الشغل اللي لازم لإيقاف عربية بتتحرك بسرعة كبيرة. فهقول له by increasing the speed of the car، كل ما بتزود سرعة العربية اكيد طبعا هيزداد معاك مين؟ بالتالي هيزيد معايا او increases الورك done علشان تتحرك. تمام. وطبعا لو هي اتحركت بسرعة كبيرة اكيد طبعا كمان الورك done to stop it هو كمان هيحصل له increase. الاسئلة اللي بعد كده بيقول لي when will it be، امتى ده هيحصل؟ ان الكينيتيك انرجي بتاعتك equal زيرو. امتى الكينيتيك انرجي equal زيرو؟ اكيد طبعا الكينيتيك انرجي equal half mass time السكوير اوف ذا سبيد او الفي سكوير. تمام. كلنا اي اوبجكت عندك على وجه الارض عنده ماس، استحاله الماس تبقى ايكوال زيرو. طب ميس في الحاله ديت مين اللي ممكن يبقى ايكوال زيرو؟ ولو بقى زيرو يخلي الكينيتيك انرجي ايكوال زيرو؟ لما السبيد بتاعتك ايكوال زيرو، يبقى هقول له it means او دوت هيحصل when the object speed equal zero، او بقول عليه الاوبجكت is at rest. كلمة at rest يعني السبيد بتاعته بزيرو. السؤال اللي بعده kinetic energy
numerically equal twice the mass of the body. امتى الكينيتيك انرجي بتتساوي عدديا، يعني يكون عددها بالظبط زي التوايس بتاع الماس، يعني قدها مرتين، يعني تبقى قدها مرتين، تبقى الدبل. طبعا الاجابه لو انا عوضت كده انا عارف ان الكي اي بتساوي هاف ماس تايم الفيلوسيتي سكوير. تمام، يبقى امتى هقول له when the speed of the body، لما السبيد بتاعتك هتساوي كام؟ هتساوي 2 متر بير سكند.